أنا مشترك بجروب مصريين أجدع ناس. واحد منهم أرسل: الرحمن الرحيم الملك القدوس لو بعتها أنت الرجال شكله محتاج. يوم قريت باقي الرسالة طلع المقصود لو بعتها، يعني لو أرسلتها. شاهد الرسالة تقول: الرحمن الرحيم الملك القدوس لو بعتها لتسعة غيري هتسمع خبر هيفرحك، ولو تجاهلتها هيصيبك سوء حظ لمدة 9 سنوات. أخيرا بجد والله الظاهر هذه بمثابة رواه البخاري. أنا ما أدري ليش الجرأة على الدين والاستهانة بالعلم الشرعي، لكن ليش ما تصير جرأتكم مثلا على علم الرياضيات؟ اكتب 1+1=3 وارسلها 50 تصير 5 خشبات. ولا خل جرأتك في علم الجغرافيا وقل المملكة ممطرة على مدار العام، والربيع يطلع مع الأفياش، والغنم يبيلهن ربط معدة من كثر البلع. ولا واحد مرسل: إذا مسكت المصحف الشيطان يغضب، وإذا فتحته يبكي، وإذا قلت بسم الله ينهار، وإذا شرعت في القراءة يغمى عليه، ولو حاولت ترسلها سيمنعك. أنا أتوقع أنه الحين بالعناية المركزة من كثر اللي يقرون، ما أدري شلون بيمنعن. ثم كاتب آخر الرسالة: عسى اليد اللي ترسلها ما تمسها النار. يا أخوي حنا خايفين من النار لو أرسلناها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا حبايبنا، القاعدة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعدين العلماء تعبوا عشان يبينون لنا الحديث الضعيف من الصحيح، نجيب حديث جديدة، ناقصينهم بس.